تأثيرات نقص الأكسجين كانت قاتلة حرفيا. الحيوانات اللي محتاجة مجهود زي الزواحف الكبيرة كانوا بيعانوا، وبعض الكائنات البحرية اتخنقت وما قدرتش تكمل. حتى الحشرات اللي كانت زمان عملاقة صغرت وبدأت تنكمش. أيوة، نقص الأكسجين بيصغر الكائنات، زي كأن الكوكب بيحاول يعمل ريست بيئي لكل حاجة. وزيادة ثاني أكسيد الكربون مصيبة بيئية. ثاني أكسيد الكربون مش بس كان بيحبس الحرارة، ده كمان عمل تحمض للمحيطات وقلل مستويات الأكسجين فيها، وتسبب في مناطق ميتة. أماكن كاملة في البحار ما فيهاش أي حياة، يعني حتى اللي فلت من النار فوق غرق في الاختناق تحت. ومع نهاية الترياسي التوازن بدأ يرجع نسبيا. النباتات بدأت تشتغل كفلاتر طبيعية تنتج أكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، والحيوانات الصغيرة قدرت تتأقلم، والكائنات البحرية بدأت تجرب تعوم في الأجواء الجديدة. بس مش بسهولة، كل ده حصل بعد ما الطبيعة لعبت بينا ماتشين رايح جاي. دلوقتي السؤال الكبير، لو الأرض فوق كانت بتعاني من نقص الأكسجين، هل تحت المية الوضع كان أحسن؟ ولا البحار كانت بتتخنق هي كمان؟ وإزاي الحياة قدرت ترجع للمحيطات تاني بعد الكارثة؟ بعد الانقراض الكبير البحر بقى عامل زي مدينة أشباح. الحيتان مش موجود، والأسماك تعدهم على صوابعك. المرجان راح في الوباء. كانت بداية الترياسي والمحيطات بتاخد نفسها من جديد، بس ما كانوش أنفاس عادية، دي كانت محاولة الحياة إنها تعيد تشكيل نفسها.